يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي، جدا 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 من الرواية اللي فاتت. وجايه لكم النهارده برواية جديدة بقلم الكاتبة المبدعة المتميزة المتألقة فريدة الحلواني. بس قبل ما نبدأ النهارده أول حلقتنا، يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بسرعة نصلي كلنا على رسول الله في التعليقات عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نسمي الله ونشوف أول حلقتنا بتقول إيه. لما بتيجي نهاية البني آدم ساعتها بس بنعرف هو كان شايل إيه جواه طول عمره، يا خير يا شر. هي ما قدرتش إنها ترد عليه، بس أقسم إنه هينتقم منها لو فكرت تفضح جوزها أو طليقها. ردت عليه بمنتهى الحقد: ما بخافش ومش هتقدر تعمل لي حاجة. أنا عارفة إن المفروض أختي هي اللي كرهتكم فيا. بصت لسندس اللي كانت مصدومة وقالت بغيظ: منك لله، مش مسامحاكي. وسابتهم ومشيت، سايباهم في صدمتهم من حقارتها. ركبت عربيتها وسقت بجنون ناحية بيت شروق. قررت تنتقم منها حتى لو اضطرت إنها تقتلها. كانت بتحاول بكل الطرق إنها تدمرها وفشلت، مع إن ماجد دايما كان طوع ليها بسبب قذرته. بس أول ما كانت بتجيب سيرة شروق كان بيقف عاجز، مش قادر يعمل حاجة تجرحها. كفاية عليه اللي عمله فيها أو الجوازة من رانيا من وقت ما سعيد وقف له عشان ياخد حق ولاده. ماجد من ساعتها رفض أي محاولة من رانيا عشان تأذي شروق. رانيا كانت بتزيد كره وحقارة كل ما تشوف الحزن ساكن وشه لما بيسمع اسم شروق. ففضلت تفكر في كل اللي حاولت تعمله وفشلت فيه، لحد ما فاقت على خبطة عربيتها في عربية تانية كانت شايلة أسياخ حديد، وفي واحد منهم دخل في صدرها بقوة. فضلت تنزف جامد وفقدت الوعي في ساعتها. الناس الأصيلة معدنهم بيبان وقت الشدة، وده اللي حصل مع أبطالنا كلهم. أول ما جالهم تليفون من المستشفى الماجد راح مكلم ولاده، واللي عارف قيمتهم دلوقتي بس التلاتة واقفين قدام أوضة العمليات معاهم سعيد ونوح. أما شروق وسندس كانوا بيحاولوا يهدوا لميس اللي انهارت لما سمعت الخبر. سالم وولاده جم ومعاهم سمر كانت شايفة لميس في حالة صعبة جدا رغم كل اللي عملته فيها. وبعد ساعات خرج الدكتور ووشه مرهق وسأله شريف: إيه الأخبار يا دكتور؟ رد عليه بنبرة عملية: احنا عملنا اللي علينا، هتتحجز في العناية لحد ما تفوق وادعوا لها. لميس راحت عند سريرها، فضلت تتوسل ليها انها تقوم. كانت دموعها بتنزل بغزارة. يوسف مسك ايدها وحضنها وقال: اهدي، هتبقى كويسة ان شاء الله. فضلت تعيط وهي بتقول: انا ماليش غيرها، انتوا كلكم بتكرهوني حتى بابا، هعملوها عايش مع مين لو جرالها حاجة؟ يوسف ضمها وقال بحنية: احنا بنحبك يا حبيبتي، انتي اختنا الوحيدة والصغيرة، ما كانش في فرصة نبين لك كده، وانتي كمان ما اديتيش لينا الفرصة. اهدي واحنا كلنا جنبك. ماجد كان واقف بعيد، عينه مليانة دموع، بيبص على شريف اللي كان بيتكلم مع الدكتور، وعلى شروق اللي حضنت لميس وبتديها حنية معرفتهاش قبل كده. عينه اتقابلت بعين سعيد واللي كانت بتقوله من غير كلام: شفت، ده اللي ضيعته على الفاضي. عدى أسبوعين على الحادثة دي، رانيا لسه في غيبوبة ما بتحسش بأي حاجة، والولاد واقفين مع أبوهم وأختهم رغم إن ماجد قال لهم إنه طلقها. بس هما بيعملوا كده علشان لميس اللي ملهاش ذنب، ولا إن أمها حرباية، ولا إن أبوها كان مغيب. خرج الدكتور من أوضة رانيا وقال: المدام فقت. وش لميس نور وقالت له بلهفة: هرجوك عايزة أشوفها. رد عليها بهدوء وهو مخبي الحقيقة: هي طالبة تشوفكم كلكم، بس من فضلكم بلاش تجهدوها، 5 دقايق بس. ماجد وشريف ويوسف دخلوا الأوضة، اتجمعوا حوالين سريرها اللي كانت موصلة فيه أسلاك من كل اتجاه. نظرتها كانت تعبانة بس كانت كلها حقد وكره ناحيتهم. لميس قربت منها ومسكت ايديها وقالت ببكاء: مامي قومي، ما تسيبنيش يا مامي. رانيا بصت لها بتعب وقالت بصوت ضعيف بس كله غل: اسمعيني، هما السبب في موتي. كله بصلها مصدوم، بس هي كملت: ابوكي طلقني، رحت لسعيد علشان يكلمه، بهدلني هو وسندس وطردوني. ماجد انفجر وقال: انت ايه؟ حتى وانت بتموتي مش عايزة ترحمي حد؟ بابا. لميس صرخت بجنون. رانيا بسرعة قالت قبل ما تحس انها خلاص هتموت: هما السبب،
اخواتك هم اللي خلوه يبيعني، خدي لي حقي منهم، اوعي يضحكوا عليكي. بصت لشريف وقالت بغيظ: عارف ابوك يبقى. وما كملتش، وروحها الخبيثة سابت جسمها وطلعت للي هيقتص منها على كل اللي عملته. لميس صرخت وفضلت تهز جسمها، حاولت تصحيها بس مفيش فايدة. شريف حاول يمنعها لكنها كانت بتضرب فيه وبتقول: ابعد عني، أنا بكرهكم كلكم، انتوا اللي قتلتوا ماما. يوسف صرخ لما شاف ماجد بيقع على الأرض وفاقد للوعي. عدى 4 شهور بعد وفاة رانيا، ما حصلش فيهم حاجة جديدة غير إن ماجد جاله جلطة في المخ وشلت نصه الشمال، ومن يومها وهو مرمي على سرير المستشفى. ما قدرش يستحمل اللي حصل، مش عشان رانيا ماتت، لأ، عشان إحساسه بالذنب ناحية ولاده لما اكتشف قد إيه إنه كان حقير لما باعهم علشان رغباته. رفض يخرج من المستشفى. هيروح فين؟ هيعيش لوحده إزاي؟ وصى الدكتور يقول لولاده إنه محتاج علاج عشان ما يخرجوش ويحس إن هو عبء عليهم. لمس فضلت في بيت إخواتها، بس نظراتها ليهم كانت كلها كره، وهم كانوا متضايقين جدا من ده. بيت ربيع كان هادي جدا، يومهم بيعدي بروتينه العادي، بس بفرحة وبهجة مال المكان من بعد جواز الأخين. والفرحة كبرت أكتر لما عرفوا إن أميرة حامل بعد 2 شهور من جوازها. وبعد العشاء قعدوا مع بعض كعادتهم. سألت الجدة بإلحاح زي كل مرة: لسه ما فيش أخبار عن الحمل يا جنة؟ مش قلت هتروحي للدكتور بعد امتحاناتك؟ وهو انت خلصتي بقالك 2 شهور. عايزين نفرح بقى بابن فؤاد ده البكري. فؤاد حس كان السكينة اتغرزت في قلبه رغم ان ملامحه كانت جامدة. كل مرة حد يسأل عن الحمل بيحس قد ايه انه غلط في حقها اكبر غلطة لما اتجوزها. ظلمها لانه فكر في نفسه بس، وفي مكانه مصدوم لما سمعها بتقول ببساطة فاجئت الكل: انا مش بخلف يا تيتا. كلهم بصوا عليها مش فاهمين، وهويدا قالت بفزع: تفي من بقك يا بنتي، ليه بتقولي كده؟ ردت جنة بهدوء وقلبها بيبكي على حبيبها اللي شايفة حزنه في عينه. رحت للدكتور من 1 شهر وعملت أشعة وتحاليل، قال لي عندي مشكلة في الرحم ومحتاج علاج كتير وممكن ياخد سنين، والله أعلم بقى حتى بعد كل ده هيجيب نتيجة ولا لأ. هويدا وأميرة بكوا، وصباح بصت لها بشفقة، وربيع قال برضا رغم حزنه: الحمد لله على كل حال يا بنتي، عيال اخواتك يبقى عيالكم، ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا، اعملي اللي الدكتور قال عليه وإن شاء الله خير. بعد ما طلعوا على شقتهم، فؤاد دخل في حالة من الجنون: اللي انت قلتي تحت ده تتجننتي ليه يا جنة ليه؟ حاولت تمسك ايده لكنه نفضها وقال بغل: بعدي عني. ليه بتستري عليا؟ ما فكرتش ان ممكن حد فيهم يطلب مني اتجوز عليك عشان اخلف؟ انت بتحطي نفسك في الموقف ده بدالي ليه تخليهم يبصولك بشفقة؟ انا من الصدمة معرفتش حتى اقول كذابة. بصت له بهدوء بس بقى قرب منها بنظرات كلها غضب، بس هي كانت بصله بنظرات كلها حب، وقالت برقة: حبيبي، انا وانت واحد، بس الفرق ان كرامتك مش هتتحمل نظراتهم ليك، هتتوجع اضعاف كمان. انا اسهل منك، هيفضلوا يقولولي على دكاترة شاطرة ورغي ستات اعرف اخلص منه، ومحدش هيقدر يطلب منك تتجوز عشان عارفين حبك ليا قد ايه. ممكن تيتا بس، ودي ست كبيرة هتقول كلمتين وخلاص. وبعدين انا ما كذبتش، والدكتور قال ان في علاج جديد جاي من امريكا الاسبوع الجاي. كل اللي علينا ان احنا ندعي ربنا وتاخد العلاج بانتظام، واللي لينا نصيب فيه هنشوفه. بصلها بحزن وقلب قهر، وافرض مفيش نتيجة. مسكت وشه بايديها وقالت بحنية: يبقى نصيبنا يا حبيبي، وهنقول الحمد لله. انا اخدت نصيبي الحلو من الدنيا، ووجودي في بيتك وفي حضنك احسن من الدنيا وما فيها. هتبقى ابني وحبيبي وكل حاجة ليا، وانا كده كده بنتك اللي ربيتها على ايدك. عشان خاطر بلاش تيأس ولا تخلي الموضوع ده ينكد علينا، ده انا عمري ما دقت الفرح غير لما دخلت بيتك. حضنها بقوة وقال بعد ما بس راسها: حقك عليا يا حبيبتي، ما تزعليش، انا غصب عني، ما كنتش عايز حد يجرحك بكلمة.
ربنا يديمك نعمة في حياتي. دخلت عليه الأوضة بعد ما أذلها، ابتسمت له بحنية وقالت: ايه يا أستاذ نوح، انت صرفت نظر عن الخطوبة ولا ايه؟ أنا عايزة أفرح بحفيدي. رد عليها بحب: هتبقى أحلى تيتا والله، أنا بس مش عايزة أتكلم في الموضوع، قلت أصبر كام شهر يعني عشان الله يرحمها ويسامحها. الدنيا ما بتقفش على حد مات يا ابني. أنا حزينة على طريقة موتها وعلى اللي عملته قبل ما روحها تطلع للي خلقها، أكتر من حزني على فراقها. أنا بقالي سنين لا بكلمها ولا بشوفها غير صدفة في مناسبة، واللي وجعني بجد إن أول يوم تدخل بيتي تقولي مش مسامحاكي وكمان تموت بعدها. تزعلي لو انت ظلمتيها يا ماما، الله يسامحها، ظلمت نفسها وأذت الكل. شريف ويوسف زعلانين جدا من لميس، البنت بتكرههم، متخيلة ان امها وصتها تنتقم منهم وبتقول لهم ان هم السبب في موتها. وعمو ماجد مش راضي يطلع من المستشفى، هو فاكر ان احنا مش عارفين اللي طلبه من الدكتور. يعني شوفي رغم موتها الا ان كم واحد بيتعذب بسببها. ما تحمليش نفسك ذنب مش ذنبك يا حبيبتي. ربنا يخليك ليا يا قلب امك. المهم انا هكلم سعيد فاتح سلم في الموضوع، وانا هتصل بدعاء. ماشي، خلينا نفرح بقى. اتصلت بيه تطمن عليه كالعاده في الايام الاخيره، رد عليها بحب: الناس اللي نسيتني بقى لها 5 ساعات. انت قاعد على الساعه يا يوسف؟ مش قلت لي عندك اجتماع مهم؟ بتوحشيني. طب اعمل ايه بقى؟ وشها احمر من الخجل وما قدرتش انها ترد. ايلا، انا عمري ما هجبرك انك تحبيني، دي حاجه مش بايدك، واللي برضه مش بايدي ان اخبي حب ليكي. غصب عني بقولك وحشتيني لانك فعلا بتوحشيني، وغصب عني بقولك بحبك لان وقتها قلبي ما بيستحملش كل الحب ده. سامحيني عشان خاطري. خفق قلبها بسرعه وقالت بسرعه قبل ما تتردد: انت اللي تسامحني يا يوسف؟ سألها وهو مش فاهم. عليا يا حبيبي، تسامحني عشان كنت غبيه وما حسيتش بيك من زمان. تسامحني عشان كنت غبيه لما فكرت في يوم ان انا بحب حد غيرك. تسامحني عشان بقالي فتره عايزه اقولك بحبك ومكسوفه. وقفلت المكالمه بسرعه من شده خجلها، حاطت ايديها على قلبها اللي كان بيدق بجنون. بموت فيك اصلا. اما هو المسكين اللي كان بيتعذب على نار العشق فضل ماسك التليفون بعد ما جسمه اتصنم، مش مصدق اللي سمعه. بص على التليفون المقفول وقال بذهول: هو انا كنت بكلمها ولا كنت بحلم؟ هي قفلت السكه في وشي. وفجأة انتفض من ورا مكتبه وقلب جنون: البت قالت لي بحبك، يا نهار ابوكي مش فايت. وجري بسرعه على بره، ونكمل بكره. يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي، جدا 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 من الرواية اللي فاتت. وجايه لكم النهارده برواية جديدة بقلم الكاتبة المبدعة المتميزة المتألقة فريدة الحلواني. بس قبل ما نبدأ النهارده أول حلقتنا، يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بسرعة نصلي كلنا على رسول الله في التعليقات عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نسمي الله ونشوف أول حلقتنا بتقول إيه. النهاردة هيجي عندها اللي كانت بتحبه في السر طول السنين اللي فاتت، خلاص مش مضطرة تخبي حبها، هتسيب عينيها تتكلم وهترسم على وشها أجمل ابتسامة. قلبها بيدق جامد من كتر الفرحة. النهاردة حبها هيطلع للنور وينور الدنيا ليها. دعاء بصت لبنتها وهي بتتجهز بتركيز وفرحة، وسمر قالت بهزار: أستاذة صوفيا احنا هنا. بصت لها في المراية وقالت: سمارة سيبينا ركز، مش وقتك خالص. دعاء ضحكت وقالت: دي مش بنتي أبدا، شوفي بترد ازاي، سينوح أو قلبها علينا. صوفيا سابت اللي في ايديها ولفت لهم، بصت لهم بفرحة وقالت بصدق: نوح فتح قلبي للفرحة يا ماما، ومش ان انا مبينة كده، انا بعيش كل اللي حلمت بيه وتمنيته. ببص في المراية مش بس عشان اركز في اللي بعمله، لا، عشان اصدق ان عروستي اللي حبيته سنين وما كانش يعرف عني حاجة اصلا، بعمل كل حاجة حلمت بيها، حتى لون الفستان
كان مرسوم في عينيا، لون الروج وكل تفصيلة كنت متخيلاها بنفذها النهاردة. أنا بعشقه يا ماما، مش بس بحبه. دعاء دمعت من الكلام، وسمر قالت بفرحة: ربنا يسعد قلبك يا حبيبتي ويكمل لكم على خير. يلا خلصي بقى، زمانهم جايين. وفي أوضتها اللي خصصتها ليها الشروق كانت قاعدة بتبكي من غير صوت. عرفت إن النهاردة خطوبة نوح اللي فهمت قيمته بعد فوات الأوان. حاسة بالحقد على الدنيا كلها، رغم إن إخواتها حاولوا يقربوا منها. حتى أبوها مش راضية تزوره في المستشفى اللي قاعد فيها. جواها صراع بين إحساسها بطيبة شروق والجو الدافي اللي حواليها، وبين الكلام اللي أمها قالته لها ووصتها بيه. وسط أفكارها اللي شغالة في دماغها شافت شريف دخل عليها بضحكة خفيفة على وشه. مسحت وشها بسرعة وبصت له بحدة وقالت: خير. هو طنش أسلوبها وقال بحنية: بتعيطي ليه؟ بصت له بغضب وقالت: مش بعيط، وحتى لو تفتكر يعني إن ممكن أقولك عشان تشمت فيا؟ سكت شوية، وبعدين فجأة من غير مقدمات شدها لحضنه، حاضنها جامد رغم إنها كانت بتحاول تبعد عنه. بس راسها: عمري ما اشمت في أختي، عيطي على صدر أخوكي، ارمي كل اللي واجعك جوايا يا حبيبتي. انت أختي الصغيرة والوحيدة اللي كنت بتمنى ربيها وادلعها، أجيب لك الحلو كله. كان نفسي أخليكي ملكة وأطلع عين اللي يفكر يتجوزك. كلامه هز كيانها وتمسكه بيها. حضنه كان أول حضن حقيقي دافي تحسه، رغم إنه كان جامد عشان كانت بتحاول تفلت. سكتت فجأة وفضلت تعيط، وبعد شوية قالت بصعوبة: أنا عمر ما حد حضني، محدش اهتم بيا. ماما كانت واخداني سلاح تحارب بيه بابا عشان ينفذ لها طلباتها، غير المناظر المقرفة اللي كنت بشوفهم فيها من غير ما ياخدوا بالهم إني موجودة أصلا. عمري ما كنت أنا. دايما لازم لبسي يبقى أغلى من لبس روجيدا، ولازم أكون أشطر من آيلا وأسيل، ولازم أجري ورا تميم وأرخص نفسي معاه عشان ماما تناسب الوزير وتغيظ سمر اللي كانت صاحبتها. ولما لقت مفيش فايدة فيه قالت: نوح ماله ظابط وقريب برضه من سمر وسالم. أنا كنت لعبة بتحركها زي ما هي عايزة، والتمن كان حريتي. التمن إنها تسمح لي أسهر وأخرج زي ما أنا عايزة. أنا كنت محتاجة أهرب من البيت البارد الكئيب اللي كنت عايشة فيه، أشرب وأسكر وأنا لسه 18 سنة عشان أنسى إني أقل من الكل. كنت بشوف تميم وعدي بيخرجوا مع رجيدة، كنت بحس إنها ملكة. غيرت منها؟ لأ، أنا كرهتها. أحسن مني في إيه عشان إخواتها يعملوا كده؟ حتى أيسل أنا عارفة إنها بتحبك. لما كنت بشوف الولاد بيحاولوا يقربوا منها وهي مش شايفاهم أصلا كنت بغير منها. قلبها اختار راجل صح، وأنا مش عارفة أبص لحد ولا حسيت إن حد حبني. كنت بغير من آيلا وبكرهها، عارفة إنها بتحب تميم. حاولت أقنعها تقرب له زي البنات، مش عشان يحس بيها، لأ، عشان تبقى شبهي. بس رفضت، قالت لي لو ما حسش بيا أنا عمري ما أفرض نفسي عليه. أخلاق وثقة أهلي فيا ما تسمحليش أعمل كده. كلهم كويسين وأنا الزبالة الوحيدة اللي في وسطهم. وطبعا كل ده ما كنتش أقدر أقول عليه حاجة عشان رانيا هانم تفضل راضية عني. لأ، ده كمان لازم أبين إن عجبني تفكيرها وماشي على خطاها. أنا تعبانة يا شريف، أنا ضايعة ومليش حد. انتوا كمان بعتوني. حاولتوا تقربوا مني بس زهقتوا من رفضي اللي كنت مضطرة ليه عشان ماما ما تزعلش وتحرم عليا خروجاتي. يا ريتكم خدتوني بالعافية، بس انتوا استسهلتوا. محدش فيكم فكر يجيلي المدرسة أو يتصل بيا عشان يقابلني بعيد عنها. والله العظيم لو حد فيكم عمل كده كنت حكيت لكم كل ده من زمان. كنت هقول لكم الحقوني، أنا مش عايزة أعيش معاهم. بس محدش فيكم فكر يتعب نفسه معايا عشان أنا أصلا مش فارقة مع حد. كان نفسي أعيش وسط أب وأم محترمين. أنا كنت يتيمة يا شريف، انتوا اتحرمتوا من بابا بس كان معاكم أم عوضتكم وناس بتحبكم وبتحترمكم. أنا بقى عشت منبوذة من الكل عشان كل ذنبي إن بنت رانيا
شروق كانت واقفة بره وبتسمع ودموعها نازلة، ويوسف واقف جنبها وقلبه اتقطع وحس إن هو غلط كتير. أما شريف كان بيكتم دموعه بالعافية، عينه كانت بتولع وسابها تطلع اللي في قلبها، وقرر من اللحظة دي يعوضها عن كل حاجة راحت منها. يوسف حاول يهزر شوية عشان يخفف الموقف، وقرب منها وقال بصوت درامي: خيانة، أخويا وأختي، قلبي مش مستحمل صدمات. أيلا أصلا لسه مكشرة عشان رافضة أروح أتقدم لها قبل خطوبة نوح. أرجع البيت ألاقيكم في الوضع ده، استغفر الله العظيم. هي بعدت بخجل واتصدمت لما لقيتهم حواليها، مش قادرة تبص في عين أي حد، مش فاهمة أصلا إزاي قالت كل اللي قالته ده. شروق قربت منها ودموعها نازلة وقالت: حقك عليا يا بنتي، كلنا غلطنا في حقك، اسمحي لي أقولك بنتي وما تزعليش. بصت لها بصدمة ولسانها اتربط، معرفتش ترد. شروق ضمتها بكل الحنان اللي جواها: أنا كان نفسي في بنت وربنا بعتها لي، يا ريت تقبلي ده يا حبيبتي أرجوكي. وتاني يوم وبعد ما الخطوبة خلصت في جو كله فرحة، قرر عمار يروح لسلم ويكلمه عشان يحسم الموضوع. قعد قدامه وقال برجولة: عمي، حضرتك عارف ان انا بحب بنتك ومش بطلب حاجة من الدنيا غير انها تكون من نصيبي. حضرتك موافق انها تيجي تسكن معايا في بيت ابويا ولا ده مرفوض؟ انا عايزة استقر وقلبي تعب من التفكير، ولو قلت لك هتلاقي شقة بره. هز عمار راسه بيأس: هقول لك آسف، مش هقدر أكسر أبويا حتى لو هو قال لي مفيش مشكلة. أنا مقدرش أعيش بعيد عن أهلي، نفسي ولادي يكبروا ويتربوا مع ولاد إخواتي ونبقى عيلة كبيرة، ونفسي أتجوز البنت اللي بحبها. حضرتك ساعدني في الحل، أنت عارف مكانتكم عندي، أبوك بالنسبة لي زي أخويا وأنتم زي ولادي، بس يا ابني إحنا مش مثاليين، وبنت اتربت في بيئة غيركم خالص. مش بتكلم عن الفلوس، أكيد أنت فاهمني. أنا كأب مش هقدر أشوفها عايشة في مستوى أقل من اللي هي اتعودت عليه. هز راسه بتفهم بس قلبه بيتقطع، وقلب نبرة فاضية: فهمت. ومعرفش يقول أي كلمة بعدها، كان عايز يعيط بس رجولته ما كانتش سامحاله. خرج بسرعة وقلبه فاضي، وبمجرد ما دخل عربيته وقفل عليه نزلت دموع غصب عنه، مش قادر يتخيل حياته من غيرها ولا يقدر يوجع قلب أبوه. في اللحظة دي رفع راسه للسما وقال: يا رب. قعدت قدام الدكتورة اللي بتتابع معاها عشان تبدأ خطوات الحقن المجهري زي ما نصحهم الدكتور اللي بيتابع حالة فؤاد. كانت بتتكلم بأمل وقالت: الدكتور قال لنا أن العلاج جايب نتيجة بس ضعيفة، هو المفروض يكمل عليه سنة بس ما يضمنش حالته تتحسن، كمان العملية مش مضمونة خالص، قال الأفضل نعمل حقن مجهري يمكن يحصل حمل. حضرتك شايفة ايه؟ الدكتورة بصت على التحاليل اللي في ايديها وقالت بواقعية: بصي، أنا مش حابة اديكي أمل كداب، نسبة بسيطة جدا وده رقم ضعيف جدا حتى للحقن المجهري، بس فعلا مفيش حل تاني. يعني مفيش أمل خالص؟ لا، ما قلتش كده، أنا بقول الأمل ضعيف، يعني هنعمل الحقن بس نسبة نجاحه مش هتزيد عن 10%، ولو لا قدر الله ما نجحتش هيكمل على العلاج. وبصراحة كمان العلاج مش أكيد بيجيب نتيجة، احنا بنحاول نحفز الجسم، اللي علينا بقى ندعي ربنا ان اللي موجود يكون صالح للتخصيب. انا واثقة ان ربنا هيجبرنا، ولو ما حصلش انا راضية بنصيبي. وبعدين بصت لها برجاء وقالت: عندي طلب ويا ريت توافقي عليه. بصت لها باهتمام فكملت: اكيد ماما وخالتي هيبقوا معايا يوم العملية، وانا قلت لهم ان المشكلة عندي مش في فؤاد. من فضلك لو حد سألك قولي نفس الكلام، للدرجة دي بتحبيه؟ بعشق التراب اللي بيمشي عليه، فؤاد يستاهل أضحي بروحي عشانه. عدى أسبوع كان هادي عند ناس ومليان وجع عند ناس تانية. عمر قفل على نفسه ورفض يكلم حد، اخواته حاولوا يفتحوه في الكلام بس هو التزم الصمت. فؤاد قعد مع أبوه قال بحزن: أول مرة أخويا يخبي عليا حاجة، لو أعرف بس ماله. سالم رفض جوازه من بنته، يعني راح يتقدم لها من غير ما يقول لنا؟ طب ازاي؟ ده اتجنن ولا ايه؟ افهم يا ابني، اخوك مش راضي يسيبنا، راح يسبقنا عشان يعرف رأيهم قبل ما نروح احنا ونتكسف. الراجل من حقه يخاف على بنته، والبنت بصراحة ما تنفعش تعيش عندنا في الحارة، عمار بيموت فيها،
انا هقنعه ياخد شقه وفيلا بره بعد اذنك يا بابا، وشقته هنا تفضل موجوده، يقضي معانا يومين وقت ما يحب. والله قلت له كده بس رفض، قال لي مش هبيع اهلي حتى لو هموت من غيرها. بص له فؤاد وهو باين عليه انه بيحاول يلاقي حل، وساعتها ربيع قال له اسمع مني واعمل اللي هقول لك عليه من غير ما تعترض، وما تقولش لحد الكلام ده، امين؟ في بير يا حاج وانت عارفني. كلم شريف عمه سعيد في التليفون عشان يقوله ان هو عايز يزوره، ولما جه في الميعاد اللي اتفقوا عليه قعد معاه لوحدهم، وبعد شويه رغي عادي زي كل مره بصله شريف وابتسم وقال عمي انا طالب منك ايد ايسل وايلا ليوسف اخويا. وش سعيد اتغير فجاه. إيه اللي بتقوله ده يا شريف؟ انا قلت حاجه غلط يا عمي؟ انتوا ولادي وربنا يعلم غلاوتكم عندي، بس اسف طلبك مرفوض. شريف بصله بحزن وقال بصوت فيه وجع بس ثابت طب ليه؟ لو هنقول انك رافضني عشان فرق السن، طب يوسف اخويا ترفضه ليه؟ اعتقد سنه مناسب لايلا، ولا انت رافضنا احنا بالذات؟ انتوا الاتنين اي حد يتمناكم لبناته، بس اسف مش هينفع. يا ريت تنسى الموضوع ده عشان تفضل علاقتنا زي ما هي، انا مش عايز اخسركم. الغضب بان على وش شريف، وقال قبل ما يتحرك ناحية الباب حقي ان اعرف السبب، ده انت اللي مربيني انا واخويا. انا مش هتكلم هنا، بكره هكون عندك في المكتب عشان لازم افهم، بعد اذنك. ومشي من غير ما يقول ولا كلمة زيادة. سعيد نده عليه بصوت عالي كلامنا انتهى لحد هنا، ما تجيش يا شريف لان مش هقول اكتر من اللي انا قلته. شريف ما ردش وساب الباب وراه يتقفل بقوة لدرجة ان البيت اتهز. في اللحظة دي كانت ايسل واقفة بعيد سمع كل حاجة، والفرحة كانت بتتبخر من وشها وهي لسه حتى ما شبعتش بيها. دخلت عليه وقالت بحزن وتصميم ليه يا بابا؟ انت عارفة انه جاي يتقدم لك، يعني في بينكم كلام؟ انا بحبه ومش هتجوز غيره يا بابا، فرق السن مش فارق معايا ولا حاسة بيه، واختي بتحب يوسف وهتتجنن لو عرفت انك رفضت. ده انتم مقضيينها بقى من ورايا، غوري من وشي، وياكي اعرف ان واحدة فيكم كلمت حد فيهم، سامعة؟ كان قاعد في مكانه جوه المستشفى زي ما هو متعود من وقت ما قرر يعيش فيها. كل يوم بيعدي عليه وهو بيجلد نفسه على اللي عمله في عياله، عارف ان هو ضيع منهم كتير، بس برهم ليه وزيارتهم ليه كل يوم كانت بتوجعه اكتر وبتخليه يلوم نفسه اكتر واكتر. وفي عز ما كان غرقان في حزنه سمع باب الأوضة بيتفتح من غير ما حد يخبط. رفع راسه وبص ناحية الباب وكانت الصدمة مرسومة على وشه لما شاف. ونكمل بكرة. يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي جدا 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 من الرواية اللي فاتت، وجايه لكم النهارده برواية جديدة بقلم الكاتبة المبدعة المتميزة المتألقة فريدة الحلواني. بس قبل ما نبدأ النهارده أول حلقتنا، يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بسرعة نصلي كلنا على رسول الله في التعليقات عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نسمي الله ونشوف أول حلقتنا بتقول إيه. مش قادرة والله غصب عني يا شريف، مش متخيلة إن بابا رفضك، هموت كده، قالت أيسل من بين دموعها. فرد عليها بحنان رغم حزنه عشان خاطري ما تعيطيش، أنا رايح له المكتب دلوقتي وهقنعه. شريف عشان خاطري اوعى تسيبني، أنا أموت لو بعدت عنك والله. اتقبض قلبه وقال بلهفة بعد الشر عليك يا حبيبتي، ما تقوليش كده، انا هفضل معاكي ما تخافيش، انا اللي ما اقدرش اتخيل حياتي من غيرك. بص التليفون وقال بسرعه نوح بيتصل بيا، اقفلي وهكلمك تاني. واتكلمت بلهفه طب طمنا عشان خاطري، اي حاجه تعملها قولي على طول. من عينيا سلام. قفل معاها ورد عليه وقال بغضب يا واطي انت واخوك ابن الكلب ده بتحبوا في اخواتي وانا طرطور ومحدش فيكم فكر يقولي. اتنهد شريف بهم وقال بقالنا كتير ما تقابلناش يا نوح، انت انشغلت مع صوفيا وشغلك اللي كنت مفحوط فيه الفترة اللي فاتت، وانا مع ابويا وكل اللي حصل. اتصلت بيك قبل ما اروح لابوك عشان اعرفك بس تليفونك مقفول.
رد عليه برهاق: أنا بقالي 3 أيام بايت في الشغل، معايا قضية مع قربها مش لاقي لها حل، ولسه في المكتب. أول ما فتحت الفون أمي كلمتني وحكيت لي على اللي حصل، وطبعا البنات عاملين مناحة في البيت. أنا رايح لأبوك مكتبه، ما أنا لازم أفهم ليه عمل كده. طبعا عشان سن كبير وكنت عارف إن هتعب معاه، إنما يوسف بقى فين مشكلته معاه؟ بلاش المكتب يا شريف، أنا هكلم عم سالم ياخدوا البيت عنده بأي حجة، وأروح أنا وأنت هناك أفضل. كانت بتعيط بحرقة من ساعة ما عرفت إن أبوها رفض عمار. مامتها قالت لها لما فضلت تلح عليها: هو عمار راح لبابا النهاردة؟ واللي وجعها أكتر إن تليفونه مقفول على طول. ولما كلمت جنة قالت لها إنه قافل على نفسه وما بيكلمش حد خالص، لا بيخرج ولا بيتكلم، بيروح الشغل وبيرجع نص الليل ساكت. سمر بصت لها بإشفاق وقعدت جنبها وقالت بهدوء: كفاية عياط يا حبيبتي، كده مش هينفع. بصت لها رجيدة بعيون كلها دموع وقالت: مش قادرة يا ماما، أنا بحبه وما أقدرش أعيش من غيره، قلبي وجعني عليه. جنة بتقولي قافل على نفسه، ما بيكلمش حد خالص، بينزل الشغل وبيرجع نص الليل من غير ولا كلمة. سمر حاولت تتكلم بعقل: باباكي خايف عليكي يا حبيبتي، المكان هناك صعب، استحالة تعرفي تعيشي فيه. لا هعرف، دي حياتي أنا، وأنا اللي أقرر إذا كنت أقدر أو لأ. سمر اتشدت وقالت بحسم: رجيدة، اوعي تخلي زعلك ينسيكي تربيتك، وسلم عمره ما أخد قرار غلط. لو ليكي نصيب معاه هتكملي، وبعدين هو كمان اختار أهله ومش عايز يبعد عنهم علشانك، يبقى إيه بقى؟ رجيدة بصت لها بحزن وسكتت. مفيش رد تقدر ترد بيه، الكلام كله صح 100%. ومع كده فضلت تعيط أكتر وأكتر. هويدا الطيبة اللي شايفة ولاد ربيع حتة من قلبها كانت بتعيط بحرقة على عمار، ابنها الصغير الطيب الهادي، حاسة بقلبه الموجوع وبتدور على حل تريحه بيه. صباح رتبت على كتفها وقالت بحنية: وبعدين يا قلب أختك، هتفضلي تعيطي كده؟ هتتعبي يا حبيبتي. مقهورة على الواد يا صباح، ملحقتش أفوق من قهرتي على جنة، جه عمار وكمل عليا. كلمت سمر عشان أشوف حل، قالت لي سالم خايف على بنته، زعلان إنه رفض، بس صعب يرضى إنها تيجي تعيش هنا. الصراحة حقه يا أختي، هتعيش وسط الحوش اللي هنا إزاي بس؟ وعمار مش عاوز ياخد شقة برضه زي ما أحمد قال له امبارح، بيقولك مش هبيع أبويا اللي شرب المر عشاننا. يا حبيبي طول عمره جدع، أصيل ابن أصول، بس قلبه اللي بيتعذب. والبنت كمان سمر بتقولي مش مبطلة عياط، حلها من عندك يا رب. بصله الأول بصدمة وبعدين ملامحه اتبدلت بالحزن، وهي كانت ماشية ناحيته بهدوء قال بعدم تصديق: شروق. تخيل شروق يا ماجد. ايه، ما كنتش متوقع ان اجيلك بعد العمر ده كله، مع اني كنت واقفة معاك اول ما وقعت كالعادة. دمعت عينه وقلب ندم. طول عمرك أصيلة، مش قادرة أقولك آسف ولا أطلب منك تسامحيني، وأنا مش جاية عشان أسمع منك آسف، ولا هسمح لك تطلب السماح. اللي بيسامح ربنا، إنما أنا عبد ليه وليا طاقة في التحمل، إحنا مش ملايكة. ماجد قلب انكسار: حقك، ما أقدرش ألومك، بس. قطعت كلامه بسرعة وردت على سؤاله اللي ما اتقالش: جايلك عشان خاطر ولادك اللي انت نسيتهم وخرجتهم من حساباتك عشان أنانيتك. مالهم؟ حد جراله حاجة؟ شريف ويوسف بيحبوا بنات عمهم، بس للأسف سعيد رفض لما شريف اتقدم له، وطبعا مش محتاجة أسأل سبب رفضه، أكيد خايف على بناته منهم، ما هو ممكن يطلعوا لأبوهم. نزل راسه بعار فكملت كلامها بقهر رغم نبرتها القوية: بعدت عنك عشان أربي ولادي وأطلعهم رجالة، علمتهم التقوى والصلاة، أهم حاجة يحط ربنا قدام عينيهم. حاول تبعدهم عن حياتك الزبالة عشان مفيش واحد فيهم يطلع شبهك، وكل ده عملته من غير ما أقول لهم حياتك عشان ما اكسرهمش. عاشوا جواهم وجع بسبب بعدك، كانوا أيتام الأب وانت قدامهم، يتدمروا ويتوجع قلبهم بسببك وبسبب القرف اللي انت فيه. البنت اللي كانت عايشة معاك دمرتها،
ربنا ينتقم منك ومنها، وفي الآخر وبعد كل ده بدل ما تحاول تقرب منهم وتعوضهم هربت وحبست نفسك هنا. فوق، أنا مش هسمح لك تدمر ولادي ولا هقبل يتوجعوا عشان بس انت أبوهم. عيط غصب عنه وقال بيأس: وأنا بإيدي أعمله؟ سعيد عنده حق يخاف، ما هو فاكر إنهم طالعين ليا. قوم يا ماجد روح لسعيد، فهموا إنهم غيرك، عرفوا المرة واحدة إن لهم أب واقف جنبهم حتى لو كلامك ملوش لازمة. كفاية إن ولادك يشوفوك واقف معاهم مرة. جوه فيلا سالم الشريف كان سعيد قاعد معاه على السفرة بعد ما دعاه على الغدا بناء على طلب نوح. بص له سالم بهدوء وقال برزانة: سعيد، شريف جاي دلوقتي. سعيد بنظرة كلها غضب وقال: عشان كده صممت أجي معاك؟ سالم، الموضوع منتهي بالنسبة لي، مش هقدر أضحي ببناتي. ربنا يعلم أنا بحب الولدين دول زي نوح ابني، بس مش هيكونوا أغلى من بناتي. سالم رد عليه بهدوء وعقل: مرض ماجد مش وراثي يا سعيد، ملوش علاقة بالجينات، ده اضطراب سلوكي ناتج عن التربية الغلط. إنما شروق ما شاء الله عليها ربتهم صح، كفاية إن مفيش واحد فيهم بيفوت صلاة، طلعتهم رجالة، وأنا أكتر واحد كنت قريب منهم وساعدتها في كده. سعيد كان لسه هيرد لكن اتفاجئ هو وسالم إن ماجد دخل عليهم فجأة. بصوله باندهاش وهو كان بيقرب منهم بجسمه اللي باين عليه الهزيمة من تأثير الشلل النصفي اللي اتصاب بيه. نطق بصعوبة وصوته كان مكتوم من كتر الدموع اللي محبوسة في عينيه: أنا آسف، عايز أعتذر ليكم ولأولادي عشان كنت إنسان أناني. كمل بصوت مكسور والدموع سالت على وشه: بقت الأصيلة بنت الأصول اللي اتحملتني وسطرت عليا عشان هي كانت عارفة إنها هتلبي رغباتي القذرة عشان الفلوس والمكانة الاجتماعية. الدموع كانت سابقة كلامه وهو بيكمل بهر: بس ولادي مش زيي، عارف إني مستاهلش أكون أبوهم، وعارف إنهم أرجل مني مليون مرة، وإنت أكتر واحد قريب منهم وعارف ده يا سعيد. أبوس إيدك بلاش تكسرهم بسببي. بص لسالم وكمل بتوسل: كلمه يا سالم، هو بيسمع كلامك، قول له إنهم ملهمش ذنب إن أبوهم، قول له إنهم رجالة بجد وهيحافظوا على البنات، ولو عايز أكتب لك ثروتي كلها أنا موافق. سعد صرخ فيه بغل: تاني؟ انت ايه ما بتتعلمش؟ كل حاجة عندك الفلوس. ماجد بكى بحرقة وقال: ما انا ما حلتيش غيرها، ولا حد معتبرني راجل ليه كلمة، ولا انا اب زيك وزيه. طب قولي اعمل ايه عشان ما تاخدش ولادي بذنبي؟ قولي اعمل ايه عشان ما يتوجعوش بسببي. سعد اتنهد بضيق وقال: ربنا اعلم غلاوتهم عندي، بس انا اب ومن حق ان اخاف على بناتي. لو واحد فيهم طلع شبهك مفيش واحدة هتنطق، بس هتكون شروق التانية، والبنات صغيرين مش هيفهموا حاجة من كل ده. سالم قال بحسم: انا اضمن لك انهم غيره. سيبك من انك مربيهم وان انا عارفهم كويس، انا عارف اللي نظرة في البني ادم اللي قدامي، والعيال دي رجالة بجد، ويا بخت اللي يديهم بناته. سعد نفخ بضيق وقال: ماشي، بس شريف مش هينفع. ماجد سأله بلهفة: ليه؟ ده شريف أقرب واحد ليك وانت عارفه أكتر مني. سعد رد بحسن: فرق السن بينهم كبير، وأنا مش هظلم بنتي مع واحد قد عمرها مرتين. سالم بصله بغيظ وقال: ما تحسن ألفاظك يا بقى، انت بتلقح عليا ولا ايه؟ وفي اللحظة دي دخل يوسف وشريف ومعاهم نوح اللي ضحك على رد سالم. وسعد كان واقف بجدية وقال: انت حالة خاصة يا صاحبي، ما ينفعش حد يقلدك ولا يقارن بيك. يوسف بص لأبوه باستغراب وقال: بابا، اللي طلعك من المستشفى واللي جابك هنا؟ وقبل ما ماجد يرد كان شريف واقف قدام سعيد وقال بشموخ وحاطط ايده في جيوبه وقال بقوة وثقة: انا ما قلدتش عم سالم، ولا كنت في يوم اتخيل ان احب واحدة اصغر مني بكل ده، بس حبيتها، اتمنيتها بكل كياني، ما بقتش شايف غيرها، بقت بالنسبة لي بنتي اللي بخاف عليها، حبيبتي اللي اخدت قلبي، ام ولادي
اللي بتمنى يكونوا شبهها. أنا أكبر من بنتك بس أوعدك إنها مش هتحس بفرق السن ده. لو بنتك جت اشتكت لك في يوم مني أو أنت حسيت إنها حزينة، قول عليها مش راجل. اتدخل نوح وقال: الصراحة يا بابا، أنا ما توقعتش رفضك اليوم خالص. أنا تخيلت أصلا إنك مستني إنهم يتقدموا لإخواتي. وقال يوسف: أنا مش شايف أصلا سبب للرفض، وأساسا أنا هتجوز أيلا مهما طال الوقت. أنا بحبها يا جدعان، ما انتوا جربتوا الحب وربنا كرمكم، مستخسرينه فينا ليه بس؟ ماجد كان باصص لسعيد بتوسل، وسعيد كان محتار ومش عارف ياخد قرار. سالم قلبه مكايدة لرفيق عمره. هيوافق ياض غصب عنه. البقف ده اللي بيحدف طوب من بقه. هو أنا جيت جنبك يا عم؟ أنا بقول إنك استثناء. شريف ابتسم بثقة وقال: وأنا حالة خاصة يا عمي، بس حلوة ومليانة حب لبنتك. سعد رد عليه بغيرة وقال: ما تلم نفسك انت واخوك، كل واحد بيحب بنتي بيتزفت بنتي ايه؟ الكل ضحك بصوت عالي وفرحة، وسالم رفع ايده وقال بصوت عالي وهو باصص لسعيد بتحدي كأنه بيتحداه: نقرا الفاتحة يا ولاد، مبروك عليكم. بعد ما طلعوا شقتهم قعد لوحده في اوضته، وهي كانت بتجهز شوية حلوى. قعد يفكر بحزن، يا ترى لو العملية اللي هيعملها كمان أسبوع فشلت أكيد هي هتزعل. ضميره بيأنبه من ساعة ما قالت أن العيب فيها هي. لكل التضحيات دي هو عمل لها إيه عشان تستاهل كده؟ هو يملك إيه يدولها في المقابل؟ كل اللي عنده قلبه اللي بيتنفس بيها عش. كل يوم بيشوفها وهي فاكرة إن هو نايم، وبتصحى وبتصلي وبتبكي وهي ساكتة، وتدعي ربنا يرزقهم بالذرية الصالحة، مش علشانها، لأ، علشانه هو. أما هو فكان قرر يكفل اليتيمين من غير ما يقول لحد. راح لدار الأيتام بعد ما اتجوزها بشهر، وتكفل بطفلين عندهم 6 سنين. عمل كده شكر ومحبة لربنا على نعمة الجنة اللي دخلت حياته. فضل يفكر ويفكر لحد ما شافها داخلة عليه بابتسامة جميلة، شايلة صينية فيها الحلوى اللي عملتها مخصوص علشانه، ومعها كوباية عصير جوافة اللي هما الاتنين بيعشقوه. ابتسم وقال بحب: حبيبي اللي مدلعني، كنافة بالقشطة وعصير، ده كل ده؟ هي حطت اللي في ايديها على الترابيزة الصغيرة وقعدت على رجله وقالت بعشق: الدلع أصلا اتخلق علشانك يا حبيبي. خدت طبق صغير وبدأت تأكله بإيديها وقالت: وهأكلك بإيديا كمان. هو أخد منها الطبق وقلبه وقاحة: وأنا هاكل إيدك اللي بتأكليني بيها يا قلب حبيبك. وقال لها الكلمة دي وهو بيعضها من إيديها. صرخت بدلع وقالت: غلطت في العنوان يا حبيبي. كلك قشطة، مش فارق بقى بقي هياكل ايه. ضحكت بصوت عالي: طب عشان خاطري بقى ناكل الأول، أنا بحب الكنافة بالقشطة وهي سخنة. عشان خاطري يا فؤاد بقى اصبر شوية. يعني هي هتطير؟ يعني أنا اللي هطير؟ مسك قطعة كبيرة من الكنافة وحشرها في بقها وهو بيقول: اطفحي بقى، خلينا نخلص. فضل يأكلها وهو متعمد يضايقها، ومرة واحدة قرب عليها وشالها على كتفه وراح بيها على السرير وقال بجنون: هطفحك اللي كلتيه يا زفتة. قال كده وبدأ يقرب منها. بدأت تحس بألم في جسمها كله، حاولت تستحمل بس ما قدرتش. صرخت وهي بتعيط: فؤاد الحقني. مالك يا حبيبتي؟ ولما شافها بتحاول تفتح عينيها بالعافية صرخ بجنون: فيك ايه يا انطقي؟ هي كانت هتتكلم بس فقدت وعيها على طول. جسمه اتجمد لحظة وبعدين صرخ باسمها ووشه كله هلع: جنة، جنة. ما كانش عارف يعمل ايه. جرى على التليفون وكلم اخوه، ولما اخوه رد صرخ فيه وهو بيعيط: احمد، هات العربية قدام البيت بسرعة، جنة تعبانة. معرفش هو سطر جسمها ازاي بعباية ولا شالها ازاي ونزل بيها، بس اللي يعرفه انه جري زي المجنون، نزل السلم كله وهو شايلها. ما كانش سامع كلام حد ولا رد على الأسئلة اللي كانت حواليه. وقفوا بره أوضة الكشف مرعوبين، وهو كان هيموت من الرعب. كانت صغيرته بين ايده، ضحكتها كانت مالية البيت. ايه اللي حصل؟ وفي وسط أفكاره وخوفه خرجت الدكتورة وبصت له بحزن وقالت: ونكمل بكرة.
يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي وحبايب واقعية، حبايب قلب سمر. عشان انتوا حبايب قلبي دايما بجيب لكم كل حاجة حلوة، وجايلكم النهاردة بقناة جميلة جدا 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 جدا، والقناة اسمها حكايات إيمي للقصص الكاملة. طبعا عارفين إيمي إن صوتها حلو جدا، والقناة هتعرض عليها قصص كتير جميلة جدا وروايات كمان، زي قصة منتقبة أسيرة انتقامه، رواية رومانسية وتحفة قوي. وكمان قصة عشيقته أرملة أخي المنتقبة، هتعجبكم جدا. وقصة زواج تخليص حق، قصة روعة بجد. وقصة عشيقته خادمة البريئة، وكمان قصة جوزوني راجل لابس نقاب وكانت الصدمة، ودي بقى قصة عسل قوي. وقصص تانية كتير جدا كوميدي ورومانسي وتشويق لسه هتعرضها عندها في القناة، وهتعجبكم جدا 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 جدا. بصراحة صوتها عجبني أنا شخصيا. ادخلوا قناتها بسرعة واشتركوا فيها واتفرجوا عليها، صدقوني صوتها هيعجبكم جدا. وما تنسوش بقى وانتوا بتتفرجوا تكتبوا لها في التعليقات انكم من عند جيش سمر، عايزاكم تشرفوني يا احلى متابعين في الدنيا. هسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت. يلا هجوم بسرعة بعد ما تشوفوا الحلقة بتاعتنا النهاردة. كانوا كلهم باصين لوش الدكتورة اللي بان عليه التوتر بلهفة وقلق، وسؤال واحد طلع منهم بصوت واحد: طمنينا يا دكتورة، البت مالها؟ بصت لفؤاد وقالت بتوجس: ممكن نتكلم في المكتب لوحدنا؟ قبل ما يسألها ليه صرخت هويدا برعب: بنتي مالها يا دكتورة؟ طمنيني لا يسترك. مسكها ربيع بحنية وقال: اهدي يا هويدا، ان شاء الله خير. روح يا فؤاد شوف في ايه وطمنا يا ابني. فاق فؤاد من حالة الصدمة اللي كان فيها وجر نفسه بجسمه التقيل وراح ناحية الأوضة اللي قصادهم، دخل وراها، وقبل ما تقفل الباب قال بعصبية: انت هتطلع لي كام صورة يعني؟ ما تنطقي مراتي مالها. بلعت ريقها بخوف وقالت: اهدى يا أستاذ، الموضوع حساس ولازم تتصرف بحكمة. قلبه وقع في رجليه وقال بتوسل: اللي عليك قولي فيه، قلبي هيقف من الخوف. ربنا أمر بالستر، وواضح انك بتحبها بجنون. يا ريت حبك ده يكون سبب انك ما تفضحهاش. انا مش فاهم حاجة، تفضحي مين وستر ايه؟ نطقت بسرعة وبخوف: جنة حامل. وسكت. الصمت ساد المكان. فؤاد مش قادر يستوعب، وهي مرعوبة من ردة فعله، ضيق عينه وقال بعدم تصديق: مين اللي حامل؟ مش فاهم. جنة حامل في أول أسبوع. هو وقف مصدوم، الكلمة بتتردد في ودنه: جنة حامل. فجأة سمع صوتها بتقول: أستر عليها على شق. أستر على مين يا بنت الكلب انتي؟ جنة دي أشرف منكم من اللي خلفوكي، دي بنتي ومربيها على إيدي، دي ما بتطلعش من البيت غير معايا. لو حبات وسط مليون راجل هفضل واثق إنها أرجل منهم كلهم. قالت بخوف وهي بتحاول تشرح: اهدى بس، أنا ما أقصدش والله. حالتك كانت شبه مستحيلة، حتى لو حقن مجهري أي حد مكاني كان هيخاف من الموقف. في حاجة اسمها ربنا، بندعيله وبيعمل المعجزات، بس دي بقى ما درسهاش في الطب يا دكتورة. منك لله ضيعت فرحتي اللي مش مصدقها. كانت عايزة ترد بس هو سألها بسرعة: احنا كنا عندك من 10 أيام وقلتي لي إن الفترة اللي هيحصل فيها الحمل هتبدأ كمان يومين، صح؟ وكنت قايلة إنها تاخد منشطات وأنا أخدت علاجي عشان نجهز للعملية، صح؟ أيوة فعلا ده اللي حصل. على أساس كده بقى حددنا ميعاد العملية بعد كام يوم. أيوة وفعلا ما كانش فيه إشاعات أو تحاليل خلال الفترة دي. أنا أسفة، بس تقريبا جرعة المنشطات اشتغلت أسرع من اللي حسبته، وكان المفروض نتابع بكرة، بس المعجزة حصلت. مبروك عليكم. دموع نزلت من عينه وهو بيقول بخوف: طب ليه بطنها كانت بتوجعها؟ وليه أغمى عليها؟ هي فاقت تقريبا، عملت مجهود زيادة وما كانتش تعرف بالحمل، وشكلها شالت حاجة تقيلة كده أو وقعت وكانت هتسقط، بس الحمد لله لحقتها واديتها حقن تثبيت. ضرب على دماغه وقال: غبي، أنا غبي، أنا السبب. انت ما كنتش تعرف، هون على نفسك واحمد ربنا. أهم حاجة دلوقتي ال3 شهور الجايين مفيش مجهود خالص ولا حتى علاقة. سابها وطلع جري بره،
ما اهتمش حتى بدموعه اللي سالت قدام الناس كلها. دخل الأوضة اللي فيها جنة، لقاها بتفوق، قعد جنبها وسحبها لحضنه وهو بيعيط جامد. كل اللي حواليه بيسألوه، بس هو ما كانش قادر ينطق غير لما سمعها بتهمس بتعب: مالك يا حبيبي، في ايه؟ بصت حواليها وقالت: احنا فين؟ إيه اللي حصل؟ ابو صرخ بخوف: يا ابني ما تقول لنا، البت مالها؟ فؤاد بعدها عنه بشويش وبص لها من بين دموعه وقال: انت حامل يا جنة. كل اللي حواليه اتصدموا، ازاي وهي كانوا فاكرينها عاقر؟ بس صباح طلعت زغروطة وصرخت بفرحة: يا ما انت كريم يا رب، مفيش حاجة بعيدة عنك يا رب. جنة بصت له بصدمة وخوف وقالت: ازاي؟ فؤاد قول الصراحة، اقسم بالله عمري ما سد بقها بايده وقال لها بعدم تصديق: خراسي، اوعي تقولي الكلمة دي، انت مجنونة، انا شك فيك انت، مستحيل. سألته هويدا بخوف: الكلام ده يا ابني، انا مش فاهمة حاجة. وجنة كانت بتعيط من الفرحة، مش بس عشان الحمل، لأ، عشان ثقته فيها. بصلهم كلهم وقال باعتراف طالما كان عايز يقوله: اللي فيها إن أنا اللي ما بخلفش، أنا اللي عندي مشاكل، ونسبة الخلفة عندي تكاد تكون معدومة. الستات شهقوا وربيع دمعت عينه على حال ابنه، وجنة همست بتعب: فؤاد. وهو كمل بحزن: تعذبت وعذبتها معايا، كنت عايزة أبعدها عني عشان مظلمهاش، بس كل ما وجعها كانت تمسك فيا وتداوي وجعي اللي كان أضعاف. ولما ضعفت وقلت لها الحقيقة مسكت إيدي وقالت لي: أنت عندي بالدنيا. عافرت وتعبت لحد ما اتقفلت كل السبل، وفي الآخر قالت إن هي اللي عاقر عشان محدش يكسرني. اتحملت أدوية وحقن شهر كامل عشان مجرد أمل لا يتعدى 5%. وبعدين لما حملت أول واحد شك فيها كانت الدكتورة، بس هي ما تعرفش إن جنة دي بنتي، ما تعرفش إني بثق فيها أكتر من نفسي، ما تعرفش إن الحمل ده حصل بسبب بكاها وهي ساجدة طول الليل، وكانت بتقول: يا رب فرح قلبه، يا رب اجبره بحتة عيل، أنا بدعي لك عشانه مش عشاني. ما تعرفش إن اللي حصل ده مكافأة من ربنا على صبرها وحبها اللي ملوش حدود. الكل كان بيعيط، حتى اخواته رجب. أما ربيع فكان بيشهق زي العيال الصغيرة من كتر الحزن على ابنه، ومن الفرح بعوض ربنا ليه. هو ده اتكلمت بصعوبة من بين شهقاتها العالية: كل ده اتحملتيه لوحدك من غير ما تقولي لأمك؟ طب ليه يا بنتي؟ ده أنا طول عمري مصاحباكم وبعتبركم اخواتي مش بناتي. جنة كانت بتعيط وهي بتمسح دموع فؤاد وقالت بحرقة: عشان هو نفسي، فؤاد دقة قلبي اللي بتتحس مش بتتشاف، وجعه كان بيذبحني، كنت بشوف عذابه وهو مش قادر، وده كان بيوجعني أكتر. لسانه كان بيقولي بعدي، وعينه بتقولي ما تسيبنيش. صباح رغم بكاها دخلت في الكلام وقالت: خلاص بقى، مش مهم أي حاجة يا جدعان، المهم إن ربنا جبر بخاطرهم ورضاهم بعد صبرهم. بصوا فؤاد لجنة بعشق وقال من غير خجل: عايشتني في الجنة ونعيمها عشان انت قلبك وروحك طيبة، ما كنت الشيطان أبدا يا حبيبي. لولو، بنتي يا لولو. كان كده يوسف بيصوت على لميس بعد نص الليل: خير يا جو، عارف لو قلت جعان انت حر. الله ينور عليكي، فاهمة يا حبيبة جو، خليكي جدعة بقى واعملي لي أكل، عشان شروق دخلت المحراب وهتنفخني لو خبطت عليها. الصراحة عندها حق، انت كأنك مستقصدها، كل ما بتدخل تصلي قيام الليل أو تقرأ قرآن لازم تقاطعها. أعمل إيه يعني؟ أقول لمعدتي استني لما الشيخة تخلص؟ لف دراع حوالين كتفه وبدأ يتحرك ناحية المطبخ وهو بيقول: بالك انت يا لولو، أحسن حاجة إن الواحد يبقى عنده أخت. ليه؟ بصت له بغيظ وقالت: عشان لما يجوع يملى كرشه. ضحك بخفة وبعدها زقها جوه المطبخ: نبيها يا بت، يلا بقى اخلصي، جعان يا جدعان حرام عليكم. وقبل ما ترد لقوا شريف داخل وكان متابعهم، قرب منهم وقال بجدية مصطنعة: اللي بتقوله ده يا يوسف، ما تبقاش غبي كده وتتعبها معاك. لمس كانت هترد بفرحة، بس ابتسامتها اتكسرت أول ما شريف كمل: بالله عليكي اعملي حسابي معاكم. حطت ايديها في وسطها وقالت بغيظ: هو ده الكبير اللي هينصفني؟ على فكرة بقى انتوا استغلاليين. فجأة يوسف
رش عليها شوية دقيق كان حطه قبل كده، وهي شهقت بفزع وهو بيقول يا اما اخلصي، عصافير بطني بتهوهو. بصت له بغضب وراحت ماسكة حفنة كبيرة من الدقيق ورمتها عليهم هما الاتنين. شريف عمل نفسه متضايق وكب عليها كوباية مية، ومن هنا بدأت حرب الطحين والمية بين التلات إخوات. كل ده كان من تخطيط يوسف اللي كان عايز يشوف ضحكتها ويوريها قد إيه إن هما بيحبوها بجد، وكان بيحاول يعوضها عن اللي عاشته زمان. ضحكتهم ملت المكان. شروق كانت واقفة بعيد بتتفرج عليهم بعين فيها فرحة ودموع في نفس الوقت. أخيرا ولادها عاشوا السعادة اللي دايما بتدعي إن ربنا يرزقهم بيها. عملت نفسها متهجمة وقربت منهم وقالت بصوت عالي ايه ده؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ وقفوا التلاتة في نفس الوقت وكل واحد فيهم بيشاور على التاني وبيتهموا إن هو اللي عمل كل ده. شروق ابتسمت بشماتة وقالت بأمر حاسم ضحكتوا وهزرتوا واتبسطتوا، يا قلب أمكم بقى عايزة المطبخ يلمع زي ما كان، وإياكوا لما أصحى ألاقي في حاجة. وسابتهم ومشيت وهي مبسوطة. بصوا لبعض بغيظ وشريف قال يا خسارة هبتي الكبير، افكارك سودة طول عمرك يا زفت. يوسف رد عليه بغيظ وغموض انا مني لله، الشهامة قتلتني، يكش كانت تولع. لميس قالت بغيظ شهامة ايه دي وانت السبب في كل ده؟ يوسف لعب في خصلات شعرها اللي كانت متوسخة وقال بغيظ طب اخلصي بقى يا حلوة عشان شروق ما تطلعش وتنفخنا. طلع بيها فوق وهو شايلها بحنية. فرحتهم كانت كبيرة قوي، وهي كل اللي بتعمله كانت بتلهث بالحمد والشكر لربنا. حطها على السرير بالراحة. هويدا اتكلمت بغيظ من صلابة دماغه يا ابني كنت سمعت كلامي ودخلتها عندي، طيب عليه كل يوم تنزل وتطلع بيها؟ ومن قالك انها هتنزل تحت او هتتحرك من مكانها؟ صباح باستغراب يعني هتتحبس لوحدها يا ابني وده ينفع؟ لا، ما انا هقعد معاها، واللي عايز يطمن عليها يطلع عادي. احمد سأله بغيظ وهو بيهزر والشغل يا حبيب اخوك اجازة لحد ما تولد يا قلب اخوك. عين احمد لمعت من الصدمة وربيع قال بغيظ وهو بيضحك الدكتورة قالت 3 شهور مش 9 يا ابن الكلب، انت ما صدقت تبلط في الخط ولا ايه؟ ضمها تحت دراعه وقال حق يا بابا، شالتني كتير وجه الوقت بقى اللي اشيلها فيه، وهو الواحد ياخد له يومين راحة. صباح اتدخلت في الكلام وقالت بخبث انت ما خدتش بالك ان الدكتورة قالت راح تم 3 شهور؟ ها يعني ما فيش حاجة خالص، انت فاهم طبعا يا فوقش. ما هو عشان كده قلت اجازة لحد ما تولد عشان اعوضهم بقى. هي حاطت ايديها على وشها من كتر الخجل. وربيع قال وهو بيهم وبيمشي يلا بينا يا جدعان، ادفعوا على اللي رباك. الكل ضحك بسعادة وعمر حضن اخوه وقال برجولة خد راحتك يا معلم وما تشيلش اهم حاجة، انا هاخد اجازة من الشغل واشيل الدنيا مع احمد. أميرة قالت بفرحة يا جماعة ما احنا معاها، الوقت اللي هيروح في المصنع احنا هنقعد جنبها لحد ما ترجع. أحمد ضم وسطها وقال بغلب انت عايزة اللي يقعد جنبك يما، اهدي كده وقولي هديت. دمعت عينيها وقالت انت زهقت مني؟ جزع على سنه من الغيظ وقال بسرعة لا يمكن طبعا، ده انت حبيبتي يا ميرو. فؤاد أنهى الكلام وقال بجدية انا هتابع معاكم كل يوم من البيت، ولو في حاجة مهمة هبقى اروح الشغل والناس يفضلوا معاه لحد ما ارجع، محلولة بإذن الله. بعد مرور أسبوع كان عمار واقف قدام مبنى وزارة الداخلية بيبصله بتصميم. قرر إن يروح لسالم تاني ويحاول يقنعه يوافق على جوازه من بنته اللي بيعشقها. دخل المكتب ووقف قدامه. سأله سالم بهدوء أخدت أجازة ليه يا عمار سنة بحالها؟ فوش مش هيقدر يروح المصنع زي ما انت عارف يعني، وما ينفعش إن أحمد يشيل الشغل لوحده. وماله جدع عياط، اخواتك برضه وواجب تكون جنبه وقت الزنقة. عمار طنش الكلام اللي ملوش لازمة وقال بتصميم أنا عايزة أتجوز بنتك. سالم بصله بغيظ بس عمار مهتمش وكمل يا عمي أقسم بالله هعيشها ملكة، هعمل لها الشقة كأنها فيلا، مش هتحس بفرق بين هنا وهناك. انت هبل ياض برضه في حارة، انت عارف إني مش معترض عليك واحترمت ولاك لأبوك، وانت كمان لازم تحترم خوفي على بنتي. عمار قال بسرعة طب بص أنا عندي فكرة. سالم بصله باهتمام وعمار كمل هاخد شقة برا بس مش هتكون أساسي عشان ما اكدبش عليك وتقول غشتني. هتقعد أسبوع فيها وأسبوع في بيت أبويا، ويبقى كده رضيت الطرفين. ايه رأيك؟
وانا مش هغشك برضو. لو الكلام ده حصل شهر 2 سنة، مسيرك هتزهق من التنطيط وعدم الاستقرار، وفي الاخر هتستقر في بيت ابوك. ساعتها مش هيكون لي الحق ان اتدخل. بصله عمار بغضب، وسالم كمل بغيرة: وبعدين لم نفسك واهلك بقى. كل شوية عايزة اتجوز بنتك، عايزة اتجوز بنتك. ايه مفيش دم؟ انا مش هجوزها اصلا عشان ترتاح وتبطل تنطلي كل شوية. عمار بصله بغضب حقيقي وقال بغل: يعني انت واحد واخد الحارة حجة عشان ما تجوزهاش؟ طب بص بقى، انا هتجوزها غصب عن سالم قطعه بسرعة ومسكه وقال بجنون: وهنكمل بكرة. يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي، جدا 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 من الرواية اللي فاتت. وجايه لكم النهارده برواية جديدة بقلم الكاتبة المبدعة المتميزة المتألقة فريدة الحلواني. بس قبل ما نبدأ النهارده أول حلقتنا، يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بسرعة نصلي كلنا على رسول الله في التعليقات عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نسمي الله ونشوف أول حلقتنا بتقول إيه. مش ناوية تسمعيني صوتك تاني؟ على فكرة بقى، اسمك سر بينا، ما قلتش لحد عليه. ده عدي يتكلم بحنية للبنت الصغيرة اللي ما نطقتش بكلمة من ساعة ما باسمها، وخوفها الغريب من جماعة هو مش عارفها. بصت له بحزن في لمعة فرحة لمجرد انها عرفت انه حافظ على سرها الصغير. ابتسم بحنية وقال: طب انت بتعرفي تكتبي؟ عايز اعرف انت كنت في مدرسة ولا لا، عشان اقدم لك وتتعلمي. انا واثق انك هتبقي اشطر واحدة. عينها لمعت بالدموع وهزت راسها بفرحة علامة الموافقة. طلع من جيبه دفتر صغير وقلم. وقولي لي بقى، كنت في سنة كام وفي مدرسة ايه؟ مسكت القلم بإيد بتترعش وكان باين على وشها الخوف وهي بتكتب كلمتين فيهم شوية غلط. كنت في سنة تالتة. فهم هو قصدها وقال: كنت أنا تالتة ابتدائي صح؟ هزت راسها علامة الموافقة فكمل: انت تقريبا كده عندك 10 أو 11 سنة بالكتير. انت سبت المدرسة؟ طب ليه؟ بكت بهدوء وكتبت: هم قالوا. مين اللي قال؟ مامتك؟ باباكي؟ فضلت تبكي وما ردتش فكمل هو: مدرستك اسمها ايه عشان اقدر اسحب الملف واقدم لك في مدرسة كويسة؟ ايه رأيك؟ وفجأة فضلت تهز راسها بهستيريا وهي بتبكي برعب. حضنها بقوة وقال: طب اهدي خلاص، مش عايزة اعرف حاجة. اهدي يا وردة عشان خاطري. فضل يهدي فيها لحد ما بقت احسن شوية. بعدت عنه ومسكت القلم وكتبت: انت هترجعني ليهم؟ انا خايفة. بصت له بخوف وحزن وقال بسرعة: لا يا حبيبتي خالص، انا بس كنت عايزة الملف عشان اقدم لك في مدرسة حلوة كده زي ما قلت لك، انما ابدا انا مش هبعدك من هنا. كتبت وهي بتترعش: يعني مش هروح مدرسة خالص؟ انا هتصرف ما تقلقي. بصت له بشك فابتسم بحنية وكمل: وعد هلاقي حل. في الأوضة اللي جنبهم سالم دخل على بنته. أول ما شافته قامت وقفت احتراما ليه وهو ابتسم لها بحنية. قرب منها وقال: حبيبة أبوها، زعلانة منه ولا إيه؟ أنت مخصمان يا روجي؟ ما أقدرش يا بابا، ليه بتقول كده؟ شد إيديها وخلاها تقعد جنبه على الكنبة وقال بهدوء: عشان ما بقيتيش بتنخشيني زي الأول ولا تغيظي أمك. حتى الأكل مرة تبقي معانا والباقي لأ. تقريبا وقتك كله هنا في أوضتك. عينها دمعت بحزن وما قدرتش إنها ترد. مسح على كفها وقال بعقل: عندك شك إن أنت وإخواتك أغلى حاجة عندي، وإني بخاف عليكم وعلى مصلحتكم أكتر من نفسي؟ هزت راسها بالرفض فكمل: يا بنتي أنا ما أقدرش أوافق عليه. أنت شايفة إنك هتقدري تعيشي هناك؟ الحماس واخدك عشان لسه صغيرة، إنما لما تعيشي هناك وتصحي على صوت بياعين الخضار، ولا تسمعي صوت خناقة في الحارة، أو حتى شغل البيت، بما إنك في بيت عيلة، واحدة واحدة هتحسي إن ده مش مكانك، ومع المشاكل اللي هتحصل الحب هيختفي. ردت عليه بحماس وقوة طالعة من قلبها اللي مليان حب للي حبته: أنا مش تافهة يا بابا ولا عقلي صغير عشان ما بقاش مستوعبة كل ده أو فرق الحياة اللي هعيش فيها. أنا يهمني أعيش مع راجل بيحبني وبيخاف عليا، مش المكان أبدا يا بابا. جز على سنانه من القهر وقال بغيظ:
بلاش شغل عيال، انا جيت اكلمك بالعقل، بس واضح كده ان انت اصغر من انك تفهمي كلامي. حبيت امتى يا بت؟ ولا ابن الكلب ده عملك ايه عشان تتمسكي بيه كده؟ بكت حزن وجعه هو شخصيا، بس غصب عنه أجبر قلبه على القسوة عشان مصلحتها. قام من مكانه بعصبية وقال: انت لسه صغيرة، بكرة تنسيه. خرج بسرعة من الأوضة من غير ما يقول كلمة زيادة. وهو خارج كان بيشتم في عمار اللي كان السبب في كل ده، لأن بالفعل وبخه وطرده من مكتبه امبارح لما قال إن هو هيتجوز بنته غصب. كان ناوي يضربه، بس كالعادة سعيد أنقذه من تحت إيده بالعافية. والغبي مسكتش، فضل يزن إن هو هيتجوز حبيبته لحد ما اختفى من المكان. خير يا ماما؟ كده يوسف سأل لما قعد هو وأخوه وأخته سوا زي ما شروق طلبت بسرعة. بصت لهم شروق بنظرة فيها حزم كده، كأنها بتحذرهم من رد فعلها اللي متوقعاه. الشقة اللي في الدور الأول صاحبها عرضها للبيع، تشتريها وتجيب أبوك يقعد فيها. لميس بصت له بذهول وشريف قلب صوت في غل، بس كان لسه محترم إنها أمه. يعني يا ماما شكلك واخدة القرار وبتبلغينا بيه؟ ما هو عنده شقة يقعد فيها، ليه هتجيبيه هنا؟ يوسف كمل بغضب: بابا قعد يقولك هعيش معاكم هنا، ما هو يوم ما كان هيطلقك حصل اللي حصل والموضوع اتقفل على كده. لميس دمعت بخجل وقالت شروق بهدوء وحكمة: لا مش هيجي هنا ولا هقبلها يا يوسف. والطلاق وقف عشان حادثة رانيا الله يرحمها، وكل اللي حصل بعد كده ما كانش يسمح ان احنا نفتح الموضوع. ابوكم محتاجكم، وانتوا كمان محتاجين وجوده قريب منكم. شريف كان هيقطعها لكنها رفعت ايديها وقالت بحزم: اسمعوني للاخر لو سمحتوا. مهما كان غلط ماجد وكل اللي عمله فينا هيفضل ابو ولادي. لو كان بصحته كنت اول واحدة اخد حقي منه ومنكم كمان، بس الرحمة حلوة. ماجد اتكسر قدام الكل، مش احنا بس، غير مرضه اللي محتاج رعاية. مش هيكمل يعني اللي بقى من عمره في المستشفى وهو عنده رجلين زي الفل. بصت للميس اللي كانت بتعيط وضمتها جنبها وكملت: والأهم من كل ده، لو رجع شقته هياخد لميس تعيش معاه، وده حقه. لو انتوا رفضتوا هيقولك تقعد شوية هنا وشوية معاه. والصراحة أنا اعتبرتها بنتي، البنت اللي كان نفسي أخلفها من زمان واتعودت عليها. مش هقدر إنها تغيب عن عيني يوم عشان خاطرها هي، مش عشان حاجة تانية. وافقوا وغلاوتكم عندي. مش هطلب منكم أي حاجة تخصه غير إنكم تبروه وترعوه في مرضه. الإخوات هز راسهم بيأس. لميس بعدت وقالت بدهشة: انت ازاي كده؟ أنا طول عمري ما كنتش بسمع عنك غير أبشع الكلام من ساعة ما جيت هنا ومن أول يوم. وبرغم إني ما كنتش قبلاكي، بس كنت شايفاكي قدامي واحدة تانية خالص غير اللي كنت بسمع عنها. معرفش اللي حصل لك زمان، بس اللي حساه إنك اتظلمت كتير، ولسه بعد كل ده عايزة ولادك يبروه عشان بس هو باباهم. أنا مش بعامل البشر يا بنتي، أنا بعامل رب البشر. ربنا قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل لهما قولا كريما. أنا بعمل اللي ربنا أمرنا بيه. هو كان عاقل ولاده وظلم مراته، حسابه عند اللي خلقه. إنما أنا أبدا مش هخلي ولادي يشيلوا ذنبه ويتحاسبوا على عقوقهم ليه. حضنتها لميس بقوة وقعدوا الأخوات تحت رجلين أمهم يبوسوهم بإجلال واحترام، وبعدها وقفوا وحضنوا أمهم وأختهم بحب. خلى وقتها قلبها يرتاح لما حست إنهم مش رافضين طلبها عشان خاطرها هي، مش عشان أي حاجة تانية. عدى 3 شهور على الكل بهدوء وراحة إلا عمار وسالم. عمار كان هيجن حرفيا من كتر جنانه ومن الرسائل اللي بيبعتها لسالم طول اليوم، كل يوم، من غير ما يزهق ولا يمل ولا حتى ييأس. سالم ما كانش بيبص للشتائم اللي بتوصل له ولا حذر أرقامه كلها. عمار بكل بجاحة بعت لسمر رسالة وبيقول فيها: بالله عليك يا حماتي قولي لحماية يفك البلوك، عايز اخد رأيه في لون الحيطة. سمر ضحكت على جنانه، بس سالم كان بيصرخ بجنون وسحب السلاح من فوق الكومود وهو بيقول: وحياة أمي لا أقتله، هفك البلوك ده أنا هفكك من الدنيا كلها يا ابن الكلب. سمر جريت عليه ومسكت دراعه بسرعة وهي بتقول: اهدى عشان خاطري، انت المفروض تفرح بتمسكه بيها مش تقتله. قال لي على فكرة الشقة وقعدهم فيها أسبوع والحارة أسبوع ورفضت، يروح يشتريها ويجهزها، كل يوم يبعت لي 20 رسالة. ايه رأيك في الشباك؟ طب السخان مش عارف ايه، بيغيظني ابن الكلب، ولا فاكر انه هيحطني قدام الأمر الواقع؟ لا بيحبها يا سالم،
بيحبها ومش متخيل حياته من غيرها. لقى حل وسط يرضيك وفي نفس الوقت ما يحسش ان هو باع ابوه، وده يتحسب له الصراحة. ما تقوليش بيحبها، دي بنتي انا اللي احبها وبس. سمر استغلت حب الكبير للبنت وبصت له بحزن وقالت: طبعا بتحبها اكتر مني، ده انا عمري ما شفتك بتغير عليا كده، شكرا بجد. قلبه اتقبض، رمى السلاح فوق السرير ومسك وشها بين ايده، وقلب عشق خالص ما غيرتوش السنين. انت يا بابا، ده انت روحي، ده انا بغير عليكي من البغلين اللي خلفتيهم. انا قلبي معرفش الحب غير لما دخلت في حياتي. ازاي تقولي كده بس يا بابا؟ ردت عليه بحنان. يبقى لا عايز تحرمه على بنتك؟ وافق عشان خاطري يا حبيبي، خليها تعيش السعادة اللي احنا عشناها ولسه عايشينها. جز على اسنانه بغيظ وسابها وهو بيقول بغل: وديني محاسيبك يا ابن الكلب، عملت غسيل مخ للبت وامها، ده انت احتليت بيتي. وقفل الباب وراه بقوة عشان يهرب من تأثيرها عليه، واللي هي فهمته بسرعة وقررت خلاص مش هتسكت أكتر من كده، هتفضل تحاول لحد ما يلين ويريح بنتها الغالية، هي والعاشق المجنون اللي بيتمناها من قلبه. بصت له بغيظ ولا نطقت بحرف، ابتسم بسماجة وحط الأكل في بقها غصب عنها وهو بيقول: فاضل ورك يخلص وهحلك يا حبيبي. ردت عليه وبقها مليان أكل: يا فؤاد حرام عليك، أنا بطني منفوخة من الأكل مش من الحمل، أنا على ما أولد هكون قد الفيل. مسك حتة تانية ومدها ناحية بقها: عجبني يا بطل، أهو أحسن عشان يكون فيك صحة ليا وللعيال. بصت له بغيظ وقالت: قول كده بقى، عامل على مصلحتك، دماغك رايحة شمال على طول. عشقي الشمال ده عشقي وجنتي، بس بالحلال. مش كفاية بقالي 3 شهور ماسك نفسي بسبب ولاد الكلب اللي في بطنك دول، ده أنا لما تولدي هنفخهم. هزت راسها بيأس وهي بتضحك وقالت: حرام عليك يا فوش بقى، من أول أسبوع وانت مبهدل فيهم مش كده؟ دول عيالك يا جدع، احترمهم شوية. بص لها بعشق وقال: بحبهم علشان منك، بحبهم عشان ربنا كرمني بيهم بدعائك وبيقينك بربنا، بعشقهم عشان كل ما اشوفهم هفتكر قد ايه اتمسكت بيا وحاربت عشان تكسري عنادي وتكسبيني، علشان اتحديتي غبائي وقسوتي وكسبت التحدي يا جنتي. بصت له بحب وقالت: وانا كمان هحبهم عشان حتة منك يا حبيبي، وقفتك جنبي وقعدتك معايا 3 شهور وفاصل نفسك عن كل الناس، ده بالدنيا عندي. قسيت عليا في الأول إنما في الآخر ومن يوم ما دخلت بيتك وأنا اللي عشت في الجنة مش أنت. كل دمعة نزلت من عيني عوضتها ب1000 ضحكة، كل وجع حسيت بيه حضنك وعشقك ليا دواهم لي، عمري ما هنسى ال3 شهور دول يا فؤاد. ده انت رفضت تخليني أمي تحميني أو حتى تغير لي فرشتي وأوضة نومي، ما كنتش بتخلي حد يروقها، قلت لهم الشقة واسعة اعملوا اللي انتوا عايزينه، إنما فرشة مراتي ما حدش ينضفها غيري، وحاجات كتير عمري ما هنساها. ربنا يديمك نعمة في حياتي. ما قدرش يتحمل رغبته وبسها بقوة وشوق، بيشتاق ليها حد الهلاك، لكنه بيمنع نفسه بالعافية لحد ما يطمن على ولاده اللي ربنا رزقه بيهم، عشان يثبت له إن لو في حاجة مستحيلة فرب المستحيلات ما يعجزوش حاجة، لا في الأرض ولا في السماء. بعد عنها بصعوبة وقلبنا فيه الصبر وهنروح للحيزبونة اللي ربنا يستر وما قتلهاش قبل ما تولدي. اديكي كملت التالت من يومين، المفروض بقى الحظر ينفك. لو قالت الحظر اتفك مش هتقرب مني غير لما اعرف امبارح نزلت رحت فين لأول مرة من ساعة الحمل، وكمان المكالمات السرية اللي بتعملها كل يوم دي. شدته من قميصه بقوة وقالت بهمجية: اوعى تكون بتخوني ياض، اقتلك انت وهي. جز على اسنانه بغيظ: وحياة امك الحركات دي مش عليا، متخيلة يعني لما تقول انك شاكة فيا هصدق بقى واخاف واهرب زي الجردل؟ صح؟ عيب يا بابا، ده انت تربيتي، اعقلي كده وقولي عقلت، كلها بكرة وهتعرفي كل حاجة. ضمت شفايفها بغيظ وقالت: يا باي، محدش يعرف يطلع منك بكلمة ولا يحور عليك. وتاني يوم الكل كان محتار من اللي كان بيحصل. الحاج ربيع أمرهم إنهم يتجهزوا عشان ياخدهم معاه نزهة. جنة بصت لجوزها بشك، مش مصدقة الحجة الواهية دي. هو إذا حاولت تعرف المكان أو السبب كان رده: هنغير جو شوية،
بقالنا شهور محبوسين بسبب حمل البنات. أما عمار فكان أكتر تذمر. النهاردة عنده ميعاد مع مهندس الديكور اللي كلفه بتوضيب الشقة اللي اشتراها من شهور عشان يحط سالم قدام الأمر الواقع زي ما هو فاكر. بس هيعمل إيه مع أبوه؟ ما يقدرش يرفض له طلب. ركبوا كلهم 4 عربيات. فؤاد شال جنة برفق وحطها جوه العربية بعد ما كان شايلها من فوق كأنها ريشة. بصت له بغيظ وقالت: الدكتورة طمنتنا وقالت اتحركي عادي. لازم تشيلني يعني قدام الحارة اللي عينيهم يتدب فيها رصاصة؟ ميل عليها وبس راسها وقال بهدوء: سيبيها على الله، هو كرمنا وجبرنا، مش هيخذلنا أبدا. قعد مع ولاده الاتنين جوه أوضة وكان باصص لهم بعيون كلها غضب. سأل عدي بهدوء: اللي مزعلك بس يا بابا؟ احنا ما عملناش حاجة غلط. لما توقفوا على طلب نقلكم للمخابرات من غير ما تاخدوا رأيي أو إذني، ده مش أكبر غلط؟ ولا خلاص كبرتوا وبقيتوا رجالة ماليش حق أتدخل في أي قرار يخصكم؟ رد تميم بأدب: العفو يا بابا، استحالة نفكر كده، بس احنا ما تخيلناش انك ممكن ترفض، عشان انت عارف ان ده حلمنا من اول ما دخلنا شرطة. فهمنا بس اللي مزعلك غير اننا وافقنا قبل ما نرجع لك. فرد عليهم بكلمة واحدة بس: امكم. بصوا لبعض مش فاهمين. انتوا عارفين ان الجهاز ده حساس ازاي؟ ممكن تطلع مهمة وتقعد فيها شهر او 2 او حتى سنة من غير ما حد يعرف مكانك. تفتكروا بقى امكم هتتحمل ده؟ استحالة. ده لما واحد فيكم يبات في الشغل ليلة أو 2 مش بتنام، ولو حد في مأمورية بتفضل على سجادة الصلاة لحد ما تطمن إنكم رجعتوا بالسلامة. رد عليه عدي بحكمة: أولا يا بابا، أنت عارف إن اللي داخل الشرطة أيا كان موقعه يبقى داخل وهو شايل روحه على كفه. ثانيا، حكاية المهمات اللي هنغيب فيها شهور دي لسه بدري عليها، وأنت عارف النظام. مش أقل يعني من 2 3 لحد ما نبدأ نطلع مهمات تقيلة يكون وقتها هي اطمنت واتأقلمت على شغلنا. وبعدين البركة فيك يا سيادة الوزير، يعني انت عليك تقنعها وتهديها. كمل تميم عن أخوه بتوسل: عشان خاطرنا يا بابا أرجوك، ده حلم وحلم أخويا وما صدقنا وصلنا له. مش شايفين نفسنا غير ضباط مخابرات، وبمجهودنا وتربيتك وتعليمك لينا انت هتقدر والله، واحنا واثقين من كده. بص لهم بحيرة وقال: انتظروني غدا بإذن الله في ختام رحلتنا اللي عشنا خلالها مع أبطال قد عانوا الأمرين في حياتهم، وقد من الله عليهم بالجبر والعوض إلا واحد، هو عمار. هنشوف بقى بكرة حكايته هتنتهي بإيه. باي باي يا حبايبي. يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي، جدا 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 من الرواية اللي فاتت. وجايه لكم النهارده برواية جديدة بقلم الكاتبة المبدعة المتميزة المتألقة فريدة الحلواني. بس قبل ما نبدأ النهارده أول حلقتنا، يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بسرعة نصلي كلنا على رسول الله في التعليقات عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نسمي الله ونشوف أول حلقتنا بتقول إيه. كان قاعد مع أمه بيهزر زي ما متعود بعد ما خلص كلامه مع ولاده وفشل إن هو يقنعهم يبطلوا فكرة الشغل الصعب ده. دخلت عليهم دعاء وصوفيا ومعاهم محمد بعد ما رحب بيهم وسألها باستغراب: خير يا دودو؟ زيارة غريبة في وقت زي ده، مش من عوايدك يعني؟ ردت عليه سعاد بمكر: قال له هي لازم تيجي بميعاد ولا ايه؟ مالك يا ابني؟ لا يا ماما، ما اقصدش، بيتها وتشرف في اي وقت. انا قصدي انها بتيجي دايما من اول اليوم، قلقت عليها مش اكتر. محمد بمزاح: اختك يتخاف منها، ما يتخافش عليها يا سيادة الوزير. لقيت نفسي زهقانة، قلت اجي اتعشى معاكم يا حبيبي، اطمن انا كويسة. وقفت صوفيا وهي بتقول: انا طالعة الروجي وحشتني خالص. واخدت بعضها وطلعت السلم، وبعد حوالي 10 دقايق دخل عليهم سعيد واسرته كاملة. رحب بيهم وبدأ الشك يدخل قلبه، فسأل بتوجس: خير يا سعيد؟ ايه سر الزيارة الغريبة دي؟ نهرته سمر بإحراج: سالم في ايه؟ هو كل اللي هيجي هتسأله جاي ليه؟ سعد وهو بيضحك: اتعودنا عليه خلاص. على العموم كنت زهقان انا والولاد، قلت اجي اسهر معاك. بص لهم بشك كبير وقال:
برضه؟ وماله؟ كان هيكمل كلامه، بس أما مفزوع من مكانه لما شاف الحاج ربيع وعيلته كلهم داخلين عليهم. ساعتها فهم أن الموضوع مترتب، وبالطبع فهم السبب كويس. بص بغيظ لعمار اللي كان مبتسم ببلاهة، وقال بغضب مكتوم: أهلا أهلا، أكيد انتوا كمان زهقانين، قلتوا بقى تيجوا تغيروا جو عندي. دخلت صوفيا أوضة روجيدة اللي كانت قاعدة بحزن، وقالت بفرحة: قومي بسرعة يا روجي. قامت مفزوعة وقالت: في ايه؟ ابتسمت بسعادة وهي رايحة على دولاب الهدوم، فتحت وبدأت تقلب في لبسها. في إن حبيب القلب جاي يخطبك دلوقتي. جريت عليها روجيدة وسحبتها من دراعها وقالت: مين جاي يخطب مين؟ أنا مش فاهمة حاجة. ضحكت صوفيا وقالت: هو في غيره يا روحي؟ عمار بن الحاج ربيع زمانه وصل تحت، اقتحم القلعة وهيخطف الأميرة. يلا البسي بسرعة بقى. حطت ايديها على صدرها اللي كان بيدق بعنف. بالله عليكي فهميني واحدة واحدة، قلبي هيقف، محدش قال لي حاجة. ردت صوفيا بهدوء: بعد الشر عليكي يا حبيبتي، أصل محدش هنا عارف. كل الحكاية إن عمو ربيع كلم بابا وماما وقال لهم إن هو هيعمل مفاجأة لخاله وهيجي يخطبك لابنه، وكلم عمو سعيد كمان، بس ما قالش لعمار ولا لأي حد. هما كمان اتفاجئوا وهما جايين في السكة. بس يا ستي هي دي كل الحكاية. لطمت على وشها وقالت بخوف: يا لهوي، بجد؟ هو بابا بتاع أمر واقع؟ ده هيهد الدنيا على دماغنا. رتبت على دراعها وقالت برفق: ما تخافيش، كلهم اتفقوا عليه ومش هيسيبوه غير لما يقرأ الفاتحة. وعلى فكرة تيتا سعاد عارفة من امبارح كمان. يلا بقى عشان نلحق المعركة من أولها، قصدي الخطوبة يعني. كانوا كلهم قاعدين في ترقب من نظرات سالم الغاضبة. ابتسمت سعاد وقالت بسعادة: نورتونا يا جماعة، قلبي والله مش سايعني من الفرحة. بص لها سالم بصدمة بعد ما فهم إنها كانت عارفة باللي بيحصل، وقال بغل: انت مطبخاها معاهم يا سعاد؟ ردت عليه بقوة: في ايه يا واد؟ انت هتعمل وزير عليا؟ الحاج ربيع كلمني وقال لي عاملها مفاجأة ليكوا لعمار كمان. افتن يعني وانا في السن ده؟ جز على اسنانه بقهر وقال: ده عازم البلد كلها ياما، فين المفاجآت دي؟ بص الربيع بغيظ وقال: نورتنا، خير. اتنحنح ربيع وقال بجدية: انت رفضت ابني عشان بنتك مش هينفع تسكن في حارة، تمام حقك وما اقدرش الومك. بص لعمار بحب وكمل: وانا علشان سعادة ابني وعشان اطمنك على بنتك انا اشتريت فيلا كبيرة قريبة من هنا. سكت لما سمع شهقات الستات من الصدمة، وبص لولاده اللي كانوا مش مصدقين الا فؤاد اللي كان قاعد ساكت. ضربته جنة وقالت بغيظ: طبعا انت عارف ومخبي صح؟ حسابنا لما نروح. سألوا احمد بعدم تصديق: عملت ده كله امتى يا حاج؟ وعمر قال بصوت مخنوق من التأثر: ليه كده يابا؟ انا اشتريت شقة وكنت هبقى هنا وهنا. ابتسم الحاج ربيع وقال: راحتكم عندي اهم من المكان اللي هعيش فيه يا ابني. وبعدين الزمن بقى غير الزمن، جيلكم اتربى على الاصول والرجولة. الجيل اللي طالع دلوقتي بقى عيال ميعة، كل جيل بيجي بيبقى أسوأ من اللي قبله. يبقى جه الوقت بقى تعيشوا في مكان أحسن عشان ولادكم يطلعوا في حتة كويسة بعيد عن اللبش اللي حوالينا. وقال سعيد: أظن كده ملكش حجة يا حبيب أخوك، وافق بقى ونقرأ الفاتحة. رد عليه بغيظ: وانت مالك؟ وبعدين انت لا أخويا ولا أعرفك. جاز سعيد على أسنانه وقال: ما تخلص بقى يا سالم، ما همسرة هتتجوز الواد لأنه بيحبها. رد بغل: الكلمة دي بالذات بتعصبني. وبص لعمار وقال: قررنا لك السلوم حمدي الصبح. عمار بسماجة: انت الخسران، بنتك هتبقى معايا. قام سالم من مكانه عايز يهجم عليه، بس نوح وأحمد مسكوه بسرعة. وفؤاد مسك أخوه من ورا وقال بغيظ: ابلع لسانك اللي عايز قطعه لو عايز الجوازة تتم. اتدخل ربيع بسرعة: حقك عليا أنا يا سالم، ده عيل ما ترباش، سيبك منه. مسك سالم الكلمة وقال بفرحة: حلو قوي، أنا مش هجوز بنتي بقى الواحد ما ترباش. فضلوا يشدوا ويتخانقوا، وكل اللي في القعدة حاولوا يهدوا سالم ويخلوه يقعد ويسمع كلام ربيع اللي كان بيحاول معاه بكل الطرق عشان غيرته على بنته الوحيدة. وفي الآخر قال سالم بتجبر: ماشي يا ربيع، بس ما فيش جواز قبل 8 سنين. عمار اتنفض وقال بجنون: ليه؟ رد سالم ببرود: 4 سنين جامعة و4 ماجستير ودكتوراه،
ايه، عايز تحرم البنت من تعليمها ولا ايه؟ قال فؤاد بحكمة. تكمل في بيتها يا عم سالم، ان شاء الله حتى تاخد جايزة نوبل، اللي انت عايزه هنعمله، بس وهي في بيتها. سالم فضل رافض لحد ما سعاد قالت كلمتها الأخيرة: يتجوزوا بعد 2 سنين وتكمل في بيتها، ما مش هتخلي جنبك، والله لو رفضت لكون غضبانة عليك ليوم الدين. انطلقت الزغاريد والفرحة عمت المكان بعد ما تمت قراية الفاتحة، إلا الأب الغيور كان قاعد مكشر لحد ما جت بنته والفرحة مالية قلبها، حضنها تحت دراعه بحماية وبص لعمار بغضب وقال: ما تبصلهاش كده ياض، هفقعلك عينك. ونوح قال: بقول لكم ايه، بما اننا بقى كلنا متجمعين، انا هكتب كتابي يوم خطوبة عمار وبعدها نحدد الفرح، ايه رأيكم؟ قفز عمار بحماس وقال: ينصر دينك يا شيخ، نكتب سوا بقى. تكتب مين يا ابن الكلب؟ ده انت حتى مش هتلبسها دبلة، غرياض من هنا. ومن هنا وبعد مرور أسبوع كانت فيلا سالم الشريف بالورود والأنوار المبهجة، واتجهزت على أعلى مستوى عشان يحتفلوا بخطوبة رجيدة وعمار، ومعاهم كمان صوفيا ونوح. نوح كتب كتابه الأول وسابوا الباقي حاولوا يقنعوا سالم إن يكتب كتاب بنته. سحبها جوه أوضة المكتب بعد ما الناس كلها قالت له مبروك، قفل الباب وراه، وقبل ما ينطق بكلمة لها بتبصله بدموع وبتقوله باعتراف كانت شايلاه جواها من زمان: بحبك يا نوح، بعشقك، من أول ما فتحت عينيا على الدنيا ما شفتش راجل غيرك، كنت بستنى أي مناسبة عشان بس أشوفك وأملي عيني منك. لما اخترتنا أبقى صاحبتك وتحكيلي على وجعك ما همنيش وجع ولا قهرتي، وانت بتحكيلي عن واحدة تانية. كل اللي يهمني إن أبقى جنبك شايفاك وسامعاك وبحاول أهون عليك حتى لو أنا بتوجع أكتر. لما قلتلي في الآخر إنك سبتها وإن قربك منها كان بطلب من شريف، قلبي كان هيقف من الفرحة. قلت الحمد لله، كده قلبه فاضي، يعني مش هخطفك من حد، لأن ضميري كان بيأنبني. ولما قلتلي بحبك وعايز تخطبني، هنا بقى مش عارفة أوصف ساعتها، ما قلتلكش كل ده، كنت مستنية اللحظة دي وقت ما أكون مراتك وملكك. دلوقتي بس صدقت إنك بقيت معايا، دلوقتي قلبي ما بقاش قادر يشيل حاجة جواه، وكان لازم أقولك على كل حاجة. كانت بتتكلم وهي بتعيط من كتر السعادة، وهو واقف مصدوم من اللي سمعه. هو في حد بيحب كده؟ ما قدرش يتحمل، قرب منها ومسك وشها بحنية وبدأ يمسح دموعها وهو بيقول وهو مش مصدق: كل ده ليا أنا؟ كل ده كان جواكي وساكتة وأنا غبي وما فهمتش، ما أخدتش بالي من لمعة عينيكي وانت قدامي. كانت هترد عليه لكن سكتها ببوسة كان بيتمناها من زمان، بس قرر ياخدها بالحلال. أما بره سالم كان قاعد قدام ربيع ماسك إيده في إيده، وما بينهم الشيخ اللي هيكتب الكتاب واللي وافق عليه سالم بصعوبة. وقبل ما يبدأ سالم قال وصوته كان مبحوح من البكا اللي كاتمه جواه: قبل ما أسلم بنتي لابنك يا ربيع، انت أخويا وصاحبي وعشرة عمر الطيبة، هوصيك عليها. بنتي عمرها ما نزلت دمعة من عينيها غير عشان ابنك لما رفضته، ما تخلوش يزعلها، قوله يحطها في عينه. بنتي عاشت معانا أميرة، كنا ولسه بنخاف عليها من الهوى. أنا بسلمك حتة من قلبي، أرجوك ما تخليش حد يوجعها. الستات كلهم بكوا وخصوصا سمر، لكن عمار رد برجولة: موافقتك عليا جميلة، عمري ما هنساها يا عمي. بنتك جوه قلبي وهقفل عليها برموش عينيا، وروحي في ده أي وجع تحس بيه. أوعدك هحافظ عليها، وحياتها معانا مش هتقل عن حياتها معاكم. وربيع كمل كلامه: طمن يا صاحبي، بنتك زي بناتي، هنحطها فوق راسنا، وأنا أوعدك لو ابني فكر في يوم يزعلها أنا اللي هقفله قبل منك. بنتك في عيوننا يا أخويا. الشيخ كتب الكتاب واللحظة المؤثرة خلصت وجه وقت الفرح. عمار أول ما جه يقوم عشان يروح لحبيبته لا عدي وتميم وقفله، مأمورين من أبوهم ما يسيبوش عمار يقرب منها. مسكوه بسرعة وتميم قال له بشماتة: على فين يا حلو؟ بص لهم عمار بغضب وقال: رايح أبارك لمراتي يا عمي. فيه؟ سالم كان رايح لبنته، حضنها بقوة وعيط، وبعدها مسح وشه وقال بغيظ: مراتك دي ما اسمعهاش منك، بدل ما زعلك سامع؟ رد عليه عمار بغيظ: ما انت لسه مجوزني ليها والمصحف والناس كلها شاهدة. سالم حضن بنته تاني وقال: انتوا غصبتوا عليا، ان شاء الله بعد 10-12 سنة كده تكون في بيتك، وقتها اقول زفت على دماغك. كان عمار هيتجنن ويرد، لكن فؤاد سحبه وقال في ودنه بخبث: اتقل يا حبيب اخوك، احنا خدنا الراجل على اخوانا،
مصيرها هتبقى معاك وهتهيص براحتك. دلوقتي اكتم خالص بدل ما يبوظ الليلة. عمر بصله بذهول فغمز له فؤاد وقال اسمع مني، هاوده دلوقتي وبعدين ليها وقتها. وكمان يوسف وشريف طلبوا انهم يكتبوا كتابهم على أيسل وأيلا عشان فرحتهم تكمل. وفعلا تعالت المباركات وكل اتنين كانوا حاسين انهم طايرين من الفرح. وهنا الكل حس ان الحكاية كملت. أحمد وأميرة الرقيقة اللي كانت بتعاني من الرهاب لكنها غيرت من نفسها علشان حبيبها. فؤاد وجنته اللي اتعذبت معاه لحد ما دخلت جنته وخلته نضيف. يوسف وأيلا العكس التام من نوح وصوفيا لكنه كسب قلبها في الآخر. شريف الراجل العاقل اللي اتسرق قلبه من الطفلة اللي حبته ودلوقتي شايلها تحت جناحه. أما هي واقفة وسط الكل بفخر، ولمس واقفة جنب شروق فرحانة باللي بيحصل حواليها، بس جواها سؤال واحد: هل في يوم هلاقي حد يحبني كده؟ جات لها الإجابة من أغلى حد عندها. شريف حس بيها، ساب حبيبته وراح لها وحضنها تحت دراعه وبس راسها بحب وقال لها اللي هيفكر يحبك أو يطلبك مني لازم أطلع عينه قبل ما أسلمك ليه. هقوله دي جوهرتي ولازم اللي ياخدها يعرف قيمتها. حضنها تاني بحب فقالت له بفرحة ربنا يخليك ليا يا حبيبي. وأخيرا سالم الشريف الراجل الأربعيني اللي حب واحدة أصغر منه بكتير كان شايلها في حضنه وبيقول لها بحنية العيال شكلهم فرحان بس مهما عاشوا ولا حبوا عمرهم ما هيعرفوا يعشقوا زي عشق ليك يا بابا. كل ما السنين تعدي حب ليك بيكبر يا نعمة ربنا ليا. بصت له بعينين مليانة حب عشان ما فيش غير سالم واحد بس، قلب البابا وروحه وعمره كله. لن تنتهي رحلتنا بعد، بل سنأخذ استراحة قصيرة كي ننطلق مرة أخرى في مغامرة أشد من تلك التي عشناها. وانتظروني في الرواية الجديدة وأنا واثقة ومتأكدة إنها هتعجبكم. باي باي يا حبايب واقعية، وبشكركم من كل قلبي على تفاعلكم على الرواية القمر دي لأنها بجد كانت فعلا قمر وتستاهل دعمكم. باي باي يا حبايب.